بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي يا ابني؟ ايه رأيك يا ماما؟ عجبتك؟ ايوه طبعا، بسم الله ما شاء الله، ده انت بدر منور قمر يا اخواتي. دي اقل حاجة عندي يا ماما. ايوه ما هو باين يا حبيبي، ده انا ابتديت اخير عليك من قبل ما عروستك تيجي. طب كفاية يا ماما كده عشان انا هتغر في نفسي قوي. وماله يا حبيب امك، ما تتغرب براحتك، من حقك يا جميل. طب انا بقول كفاية كده يا ماما ويلا عشان احنا اتأخرنا على الناس. وماله يا حبيبي، انا جاهزه يلا. بس انا في حاجة قلقاني يا ماما. ايه هي يا واد الحاجه اللي قلقاك دي؟ واجمد كده، انت راجل مفيش حاجه تقلقك. والله يا ماما انا قلقان من عم محمود اللي احنا رايحين نخطب بنته ده. خايف ما يوافقش. ما يوافقش ليه؟ ان شاء الله هو هيلاقي احسن منك فين؟ ولا هو هيلاقي احسن منك فين يعني؟ وبعدين مش عايزاك تقلق، لا يا سيدي الراجل هيوافق. ويلا بينا نمشي وما تسدهاش من اولها. يلا يا ماما امرنا لله. هو انت رايح فين يا بابا؟ انا خارج يا بنتي مشوار ومش هتاخر. طب يا بابا كمان ساعه والضيوف هيكونوا عندنا دلوقتي. ضيوف مين يا بنتي اللي بتتكلمي عليهم دول؟ بابا هو انت نسيت ولا ايه؟ مش برشامه مكلمك ان جاي يتقدم لي النهارده؟ والله يا بنتي انا مش مرتاح لبرشامه ده. ليه بس يا بابا؟ ده طيب وغلبان والله، بس اديله فرصه انت. طيب يا ستي هديله فرصه، حاضر، انا هخرج المشوار بتاعي وراجع مش هتاخر. ماشي يا بابا، ترجع لنا بألف سلامه. ربنا يهديك يا بابا علينا. برشام اديله 5 مرة يجي المرة دي ويترفض. هو انا مش مكتوب لي افرح زي بقية البنات ولا ايه؟ يا رب انا ماليش غيرك، اقف جنبي. اما اروح بقى احضر الغدا قبل ما الضيوف تيجي، واعمل المحشي اللي بيحبه برشامة. اوكي ده العزال انا من يومي، اي والله. اما احضر بقى اللحمة دي واعمل البيتزا، وطبعا مش هنسى المحشي. استعنا عشاء بالله. اكيد هم دول. ايوه ديني جاي، حاضر. طبعا يا عمي انت عارف ان انا جاي اطلب ايد الآنسة شيماء بنتك. طبعا يا ابني يا حبيبي، انت شرفتنا. ربنا يبارك لك يا عمي، ده من ذوقك. اتفضل يا عمي قول لي ايه طلباتك، بس حياة ابوك ما تجيش عليا. يا ابني احنا بنشتري راجل، وانا طلباتي بسيطة. الطلب نمرة 1 عايز لبنتي شقة في الساحل الشمالي. الطلب نمرة 2 عايز لبنتي قايمة ب350 ألف جنيه. الطلب نمرة 3 عايز دهب 150 جرام. ليه يا عمي هم مفهمينك ان انا اجيب سويرس ولا ايه؟ عمي ده البدلة اللي عليا انا شحتها. والله يا ابني يا حبيبي هي دي طلباتنا. هتجيب طلباتنا كان بها، مش هتجيب طلباتنا الله يسهل لك. هو انت يعني عشان عارف الواد ان لسه بيكون نفسه وبيجهز نفسه لوحده بتعجزه يا راجل؟ والله يا حاجة احنا مش بنعجزه، احنا بنقول طلباتنا وانتوا بتوافقوا عليها او ما بتوافقوش عليها، فدي حاجة ترجع لكم انتوا. يا بابا الطلبات دي كتير قوي، ما تجيش عليه. لما ابوك يتكلم انت تخرسي خالص، خليني اعرف اتكلم مع الناس. عمي انا ما عنديش مشكلة ان انا اكتب لبنتك قايمة لان انا فعلا شاريها، لكن ما اقدرش اشتري شقة في الساحل يا عمي. وانا اقدر اجيب 150 جرام دهب؟ مفيش حد بيجيب دهب في الايام دي. يبقى خلاص تشتري شقة في اكتوبر في الشيخ زايد. عمي انا لسه ببتدي حياتي يا عمي، ما تعجزنيش. طب اسمع انت طلباتنا، احنا دهب ومقدرتنا هم 25 جرام، دول هدية من ابني لبنتك. لكن حكاية الشقة احنا ما معناش فلوس لشقة، احنا بنتك هنجيب لها شقة ايجار. واما القايمة اللي انت بتتكلم فيها ب350 الف، ابني ما قصرش وقال اكتب لك قايمة علشان خاطر شاري بنتك. ها رأيك ايه؟ اوافق ولا ايه؟ اوافق ولا ما اوافقش؟ هوافق وامري لله، ده هما الاتنين بيحبوا بعض. خلاص اتفقنا على بركة الله. بجد شكرا ليك قوي يا عمي. ألف ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي، اوعدك ان بنتك هشيلها في عناية. ألف ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا حماتي. طب ايه مش هتسمعونا زغروطة ولا ايه؟ الدنيا كلها. وأنا كمان يا حبيبي أسعد واحدة في الدنيا كلها، طايرة من الفرحة. مبروك عليا أنت يا حبيبي،